بيبدأ الفيلم بمجموعة بنات وهم في حمام السكن بتاع الجامعة، وبنشوف واحدة اسمها أليس هي اللي مجمعة البنات دول، وده عشان في واحدة صاحبتهم اتوفت زمان في نفس المكان ده، وبيستنوا نفس الدقيقة اللي ماتت فيها وبيحاولوا يحضروا روح البنت دي ويعرفوا سبب انتحارها. وبتبدأ أليس تقول كلام غريب وباقي البنات بتردد وراها لحد ما بيسمعوا صوت غريب في الحمام، فبتروح أليس تشوف ده ايه، وبتلاقي البانيو مليان دم وفجأة بتظهر بنت غريبة، فبيترعبوا كلهم وكل واحدة بتجري في ناحية، وبتطلع واحدة اسمها كيري على أوضتها، وبنكتشف إن كل ده كان مقلب من أليس وصاحبتها بيساني. وفي الوقت ده بتكون كيري في أوضتها وبتحس إن في حد طالع من الدولاب فبتصرخ، ولما بيسمعوا صوتها بتقول أليس أكيد كيري اكتشفت المقلب، فبيروحوا كلهم يشوفوا صاحبتهم لكن بيلاقوا الشباك مفتوح وصاحبتهم وقعت وماتت. وبتعدي بعد كده فترة على الأحداث دي، وبنشوف بنت اسمها كاميل رايحة نفس الجامعة، وبتروح للمديرة تقدم طلب انضمام، فبتقول لها المديرة ما كانش فيه أي مكان فاضي لكن دلوقتي في مكان لطالبة واحدة بس، وده لأن واحدة من الطالبات وقعت من الشباك وتوفت، ومش بتوضح المديرة أي تفاصيل عن الحادثة أكتر من كده. ولما بتخرج من عند المديرة بتقابل بنت اسمها هيلينا، ودي بتكون المرافقة لكل الطالبات الجديدة، وبتاخدها هيلينا لأوضتها وبتقول لها دي الأوضة اللي صاحبتهم كيري ماتت فيها، وبتقول لها إنها هتفضل هنا بشكل مؤقت لحد ما ينقلوها أوضة تانية. ولما بتمشي هيلينا بتبدأ الأنوار تطفي وتنور لوحدها، فبتخاف كاميل وبتفضي الشنطة وبتنزل تستنى هيلينا تحت. وأثناء ما هي تحت بتقابل بنتين اسمهم إيفون ولينورا، وبيفضلوا يرخموا عليها وبيقولوا ده مكانهم. وبتيجي هنا أليس وصاحبتها بيساني اللي يعتبروا كبار الشلة ومسيطرين على الجامعة، وبيفضلوا برضو يرخموا على كاميل، فبتتضايق جدا وبتضرب أليس بمنتهى القوة. وهنا بتتدخل المديرة وبتطلبهم كلهم في مكتبها، ولما بتدخل كاميل بترفض تقول إن أصحابها كانوا بيضايقوها، وبتقول للمديرة ده سوء تفاهم بسيط مش أكتر، لكن المديرة بتقول إنها هتعاقبهم كلهم. وبالليل بتكون كاميل نايمة وبتبدأ تشوف خيالات وكوابيس مرعبة، ولما بيجي تاني يوم بتصحى كاميل وبتلاقي شاب بيخبط على الباب، وبنعرف ان اسمه تريفور عامل صيانة في الجامعة ويبقى ابن المديرة، وبيقول لها انه جاي عشان يصلح اللمبة اللي في اوضتها. ولما بيشوف اللمبة بتنور وتطفي بيهزر معاها وبيقول لها اكيد شبح الجامعة ظهر مرة تانية. وهنا كاميل بتمشي عشان ما تتأخرش على أول يوم دراسة ليها، ولما بتدخل المحاضرة بتلاقي المدرسة بتقول إن صاحبتهم بيساني كسبت جايزة عشان كتبت أحسن مقال، والجايزة دي قيمتها 250 ألف دولار. وبعدها بتقول المدرسة لأليس وشلتها ياخدوا كاميل معاهم ويروحوا المكتبة عشان المديرة عاوزاهم هناك. ولما بيروحوا المكتبة بتقرر المديرة تعاقبهم وبتطلب منهم أرشفة ملفات سجل الجامعة بالكامل، وعشان يعملوا المطلوب لازم يتعاونوا مع بعض ويشتغلوا مع بعض. ولما بتمشي المديرة بتقول أليس لازم يحطوا مشاكلهم على جنب عشان يخلصوا المهمة بسرعة ويمشوا، فبتنزل هيلينا وكاميل لمخزن المكتبة وبيشتغلوا تحت، وبتكون أليس وأصحابها شغالين فوق. وهنا هيلينا بتطلع تودي ملفات للمكتبة وبتسيب كاميل لوحدها، وفجأة بتبدأ كاميل تسمع صوت خطوات حواليها، فبتترعب جدا لكن بتكتشف إن ده مقلب من إيفون ولينورا. وفي اللحظة دي بتنزل هيلينا على صوت كاميل، وبتفضل إيفون ولينورا يتريقوا عليهم وبيقولوا عليهم أغبياء، وبعدها بيمشوا. وهنا هيلينا بتتكلم مع كاميل وبتقول لها كيري اللي ماتت كانت صاحبتها المقربة لكن في آخر فترة قربت من شلة أليس. وهنا كاميل بتسألها عن الطريقة اللي ماتت بيها، فبتقول لها إنها وقعت من الشباك، لكن أهلها مش مصدقين وفاكرين دي جريمة قتل وعاوزين يفتحوا القضية مرة تانية. وهنا بتقاطعهم أليس وبتقول عندها حل تعرف بيه اللي حصل ده حادثة ولا جريمة، وبتاخدهم أليس للشلة وبتقول لهم نحضر روح كيري ونتواصل معاها ونعرف سبب موتها. وبعد تردد وتفكير من كاميل وهيلينا بيوافقوا، وبيقعدوا كلهم جنب بعض وبيحطوا ايديهم على قلم وبيبدأوا يقولوا شعائر غريبة، وبيتفاجئوا بان ايديهم بتتحرك والقلم بدأ يكتب حاجات بجد، وبتكتب لهم روح كيري ان في واحدة وسطيهم هتخلص عليهم كلهم، فبيسألوها بسرعة مين فيهم اللي هتعمل كده، لكن فجأة حد بيخبط في الترابيزة والأنوار بتطفي، ولما النور بيشتغل تاني بيتفاجئوا بالمديرة واقفة قدامهم وبتكون متضايقة جدا عشان ما عملوش اللي قالت عليه. وبيقعدوا كلهم بعدها يتكلموا، وبعد نقاش طويل بيعرفوا انهم عملوا تحضيرات بجد وانهم اتواصلوا مع شبح الجامعة. فبتسألهم كاميل ايه موضوع شبح الجامعة ده، فبيقولوا ان في بنت زمان انتحرت في الجامعة وبعدها فضلت روحها تظهر لناس كتير، وكل الناس اللي شافوها كانوا بيموتوا بطرق بشعة. فبتقول هيلينا كل اللي بتقولوه ده خرافات،
وبتاخد كاميل صاحبتها وبتمشي من المكان. في الوقت ده بتكون لينورا بتسيب اصحابها عشان تعمل مكالمة في الجنينة، ولما بتخرج بتصور نفسها وبتشوف الصور بتلاقي شخص واقف وراها، وفجأة حد بيطعنها بسكينة وبيخلص عليها وبيسحب جثتها بعيد. في الوقت ده بتكون كاميل لوحدها في اوضتها وبرضه بتبدأ تسمع صوت خطوات تاني، وفجأة هيلينا بتقاطع اللحظة المرعبة دي وبتدخل تديها شوية أوراق. وهنا كاميل بتقول لها انها حاسه الاوضه دي مسكونه، فبتقول لها هيلينا ما تصدقش الخرافات دي لان أليس واصحابها هم اللي بيخوفوها، وحتى لو روح كيري موجوده فهي كانت طيبه جدا وعمرها ما هتأذي حد. وتاني يوم المديره بتقابل شله أليس وبيكون معاهم كاميل وهيلينا، وبتبلغهم ان صاحبتهم لينورا مفقوده من امبارح وكل حاجتها ولبسها اللي في السكن اختفى، وبتسالهم المديره لو شافوا اي حاجه، فبيقولوا كلهم ان محدش شافها ولا تواصل معاها حتى. وبعد ما بيخرجوا بتقول أليس ان في سر خطير ورا اختفاء لينورا، فبيقرروا يدخلوا اوضتها يدوروا على اي حاجه تساعدهم، وما بيكونش معاهم المفتاح فبيكلموا تريفور عامل الصيانه عشان يفتح لهم اوضه لينورا. وهنا بنت اسمها روز بتسال كاميل هي هتساعدهم ليه، فبتقول لهم لازم نحل اللغز ده عشان اللي حصل للينورا ما يحصل لناش. وبيجي الليل وبيروح تريفور يفتح لهم الاوضه، واول ما بيدخلوا بيلاقوا رمز غريب مرسوم بالدم على السرير، فبيخافوا كلهم وبيروحوا للمديره وبيبلغوها باللي شافوه. فبتقول لهم المديره هتبلغ الشرطه عشان يحققوا في الموضوع، وبتقول لهم محدش يتكلم في الموضوع لحد ما الشرطة تيجي. وبعدها بيروحوا كلهم المكتبة عشان يخلصوا الملفات اللي وراهم، وبيقرروا يدوروا في السجلات عن البنت اللي انتحرت زمان، وبيقدروا يعرفوا ان اسمها أليس هاكين. وبتروح هيلينا تجيب ملف سري من المخزن وبيلاقوا صورة البنت دي، والغريب انها لابسة سلسلة عليها نفس الرمز اللي شافوه. وبنشوف بعد كده روز وهي في الحمام، ومرة واحدة بيجي شخص بيقتلها وبيخلص عليها. في الوقت ده بتكون كاميل في اوضتها وبتجرح ايديها بالغلط، فبتنزل الحمام تغسل ايديها وبتتفاجئ بجثة روز، فبتتصل بالشرطة وبتوصل الشرطة للجامعة عشان يحققوا في قضية قتل روز. وبيخلص الجزء الأول على كده.